جل وعلا في الربوبية أن نعتقد اعتقادا جازما أنه هو الفاعل، كما ذكروا توحيده في الفعل. أفعال كثيرة جدا لا يفعلها إلا هو، ويجب أن نفرده بهذه الأفعال، حيث النفع وحيث الضر. النافع الضار هو الله سبحانه في ارتباطها، هو ينفع هو يضر، هو النافع هو الضار، الأسماء والصفات والأفعال. فتعتقد اعتقادا جازما يا عبد الله أنه لا نافع ولا ضار في هذه الدنيا بل هو في الآخرة إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. اللي ينفعك واللي يدفع عنك الضر هو الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وهذا يعني كما ذكروا هي الأساس في توحيده في الكمالات جميعا. نعم، فهو يضع الأمور في مواضعها ويضع الأمور حيث ينبغي أن تكون في باب النفع وباب الضر وباب العز وباب الذل، كلها هذه أفعاله سبحانه وتعالى. أن تعتقد اعتقادا جازما أنه هو الخالق، هو الذي خلق وأوجد هذه الخلائق كلها، فلا خالق إلا هو ولا مالك لها إلا هو، ولا مدبر لشأنها وأمورها عزا وإذلالا ونفعا وضرا وعطاء ومنعا ورفعة وكل إلا هو سبحانه وتعالى. فهو المدبر وهو المتصرف وهو المنعم وهو المعطي وهو المانع وهو المعز وهو المذل. هذا حقه سبحانه وتعالى، يجب عليك أن تتأدب بهذا الأدب الجم في باب أفعاله سبحانه وتعالى.